كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو عن تفاصيل انتقال نغولو كانتي لاعب وسط تشيلسي إلى نادي الاتحاد. وقال فابريزيو رومانو أن الصفقة على وشك أن تتم ومتبقي فقط تفاصيل صغيرة، وهو سينضم للعميد بشكل مجاني، وسيوقع الاتحاد على عقد مع اللاعب حتى عام 2025 وراتبه السنوي هو 100 مليون كما أشار فابريزيو رومانو، مع العلم أن وفد من نادي الاتحاد السعودي يتواجد في العاصمة الإنجليزية لندن الآن من أجل إتمام عملية صفقة لاعب خط الوسط المميز. توصل مسؤولو نادي النصر السعودي إلى اتفاق مع الإيفواري ويلفريد زاها جناح كريستال بالاس الإنجليزي تمهيدا للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات. ويريد النصر التعاقد مع زاها في صفقة انتقال مجانية من أجل تدعيم صفوف الفريق للمنافسة على بطولة الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا الموسم المقبل. وأوضح الصحفي الإيطالي رودي غاليتي مراسل شبكة سكي سبورتس إيطاليا أن زاها توصل الاتفاق مع النصر خلال الساعات الأخيرة وهو جاهز لارتداء القميص الأصفر. وأشار غاليتي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى أن النصر لم يوقع العقود حتى الآن مع زاها، لكنها مجرد وقت حتى تنتهي الصفقة رسميا. الجدير بالذكر أن عقد زاها مع نادي كريستال بالاس ينتهي بنهاية هذا الشهر ويحق له الانتقال إلى أي ناد مجانا. أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي انسحابه رسميا من بطولة السوبر ليج التي نظمها رئيس برشلونة خوان لابورتا ورئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، بينما أشار الصحفي خورخي بيكون إلى أن أندية ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد وأتليتيكو وأرسنال والسيتي وليفربول وتوتنهام وتشيلسي والميلان واليوفي لم ينسحبوا من بطولة السوبر ليج، وهذا بعدما تردد في الأشهر الماضية حول انسحاب هذه الفرق، وذلك نظرا لأن القوانين تمنع هذا الأمر. يوفنتوس قام بذلك كرد فعل للضغط الواقع عليهم من الاتحاد الأوروبي الذي هدد اليوفي بالاستبعاد من البطولات الأوروبية إذا استمر في السوبر ليج. أعلن النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا نهاية مشواره مع نادي يوفنتوس الإيطالي بعد موسم واحد قضاه مع السيدة العجوز. وكتب أنخيل دي ماريا عبر حسابه بموقع إنستغرام قائلا: لقد وصلت إلى نهاية مرحلة صعبة ومعقدة، سأرحل بهدوء من شخص قدم كل شيء من أجل يوفنتوس وحاول مساعدة النادي على الاستمرار في فوز الألقاب، لكن لم يكن ذلك ممكنا. سخر خافير تيباس رئيس رابطة الليغا الإسبانية من ريال مدريد وبرشلونة، وذلك بعد انسحاب نادي يوفنتوس الإيطالي من السوبر ليج رسميا. وكان 12 ناديا قد أنشأوا ما يسمى ببطولة السوبر ليج قبل أكثر من عامين، لكن جميع الأندية انسحبت باستثناء ريال مدريد وبرشلونة والسيدة العجوز. ونشر تيباس عبر حسابه الرسمي على تويتر صورة لفلورنتينو بيريز خوان لابورتا وعلق عليها قائلا: آخر من يخرج منكم يطفئ الأنوار ويقفل الباب. يخطط نادي النصر السعودي للتوقيع مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من أجل تولي تدريب الفريق في قادم الأيام. ووفقا للمعلومات الواردة من الصحفي بيدرو ألميدا، فإن النصر مستعد لمنح زين الدين زيدان أكثر من 50 مليون كراتب سنوي. ولم يتولى المدرب الفرنسي تدريب أي فريق منذ رحيله عن ريال مدريد في عام 2021، وكان زيدان قد تولى تدريب ريال مدريد ما بين 2016 إلى 2018، ثم في الفترة ما بين 2019 إلى 2021.
اختار كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة الجديد رقم قميصه مع النادي السعودي، وذلك عقب انضمامه لصفوف الفريق بعقد يمتد ل3 مواسم. وانضم كريم بنزيما لصفوف اتحاد جدة في صفقة انتقال حر بعدما أنهى علاقته مع ريال مدريد بعد رحلة استمرت ل14 عاما. وكشف رئيس اتحاد جدة عن قميص اللاعب كريم بنزيما مع الاتحاد في تصريحاته قائلا: نحن متحمسون لرؤيته في القميص رقم 9 للنمور، وسعيدون للغاية بتعاقدنا مع أحد أبرز نجوم كرة القدم في التاريخ. سيمثلنا بنزيما مع بداية الموسم المقبل، حيث نواجه تحديا قويا للدفاع عن لقبنا في الدوري والمنافسة في البطولة الآسيوية، وكذلك المشاركة عالميا في كأس العالم. ومن المقرر أن يشارك اتحاد جدة في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية بصفته بطل الدوري السعودي وممثل للمملكة في النسخة التي ستستضيفها هذا العام. كشفت شبكة جول الإسبانية عن مفاجأة كبيرة بشأن مستقبل النمساوي دافيد ألابا مع ريال مدريد، الذي انضم في صفقة انتقال حر في صيف عام 2021. وذكرت الشبكة الإسبانية أنه في حال وصول عرض قوي لريال مدريد بشأن دافيد ألابا سوف تناقش إدارة النادي هذا العرض. أكد تقرير صحفي إسباني أن نادي ريال مدريد قرر بالفعل الانسحاب من صفقة التوقيع مع النجم الألماني كاي هافرتز. ووفقا للمعلومات الواردة من صحيفة ماركا الإسبانية، فإن كاي هافرتز سقط من قائمة اهتمامات ريال مدريد وبدأت عملية التوقيع مع هاري كين. وأضاف المصدر أن ضم هاري كين نجم توتنهام يعد أولوية قصوى لدى النادي، ويعتقد ريال مدريد بأن الصفقة قد تغلق مقابل 80 مليون. واختتم المصدر أن رغم اهتمام ريال مدريد بضم كيليان مبابي أو هالاند مع وصول إندريك في 2024، إلى أن النادي يعمل على ضم هاري كين منذ 10 أيام. أكد تقرير صحفي اهتمام ريال مدريد بضم أحد اللاعبين البارزين في الدوري الإسباني خلال ميركاتو الصيف. وحسب صحيفة آسا الإسبانية، فإن النادي الملكي سأل فياريال عن وضع الجناح النيجيري صامويل شوكويتزي لتعزيز صفوف اللوس بلانكوس. ولفت شوكويتزي الأنظار في القلعة البيضاء، حيث سجل ثنائية في مرمى الريال خلال المباراة التي فاز بها فياريال 3-2 على ملعب سانتياغو برنابيو. وينتهي عقد صاحب 24 عاما مع الغواصات الصفراء في 2024، لذلك سيحاول النادي بيعه هذا الصيف للاستفادة منه ماليا، حيث قد تصل صفقة بيع المهاجم النيجيري إلى حوالي 40 مليون. وتصل قيمة الشرط الجزائي في التجديد الذي وقع عليه في نهاية عام 2019 إلى 80 مليون، لكن قرب نهاية عقده سيخفض السعر.